السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه حبايب ست وسيطة وبنوتتها؟ يا رب تكونوا بألف صحة بألف سلام. صلوا على النبي وزيدوا النبي صلى. النهارده ان شاء الله بما ان احنا داخلين بقى في دربكة المدارس وحيرة الشندوتشات، وهنعمل ايه للعيال او للاخوات، او هناخد ايه معانا في الشغل، فانا جايه لكم بوصفه بطاطس سهله وجميله، وتقدري ان انت تخزنيها وتستخدميها بكل سهوله. يعني طعمها يجنن، سهله وبسيطه واقتصاديه وما تاخدش منك اي مكونات كتير. طب ايه هي الوصفه وايه مكوناتها وازاي هنعملها؟ ما تنسيش الاول تحط اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس وتصلي على حبيبك وحبيبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يلا بينا نشوف هنعمل. زي ما انتم شايفين ادي دي بطاطس، والبطاطساي انا جبت بطاطستين كبار. انت عدد البطاطس اللي انت عايزاه 3 4 اي اللي انت عايزاه. قطعتهم حتت صغيره، سلقتهم في شويه ميه وشويه ملح لغايه ما اتسلقوا كويس جدا. اديتها شويه كده تحميره، اللي هي تحبيشه كده. اللون ده لون اللي هو الحاجات اللي اتعملت، اللي هي اللي اتحمشت كده، عشان تديني ريحه حلوه في البطاطس، ما تسيبهاش تتحرق، لا تديها سيكه كده ايه، تحميره بسيطه كده ايه وهي بتتسلق. وبعد كده قفلت وهرستها هرس ناعم، يعني بصوا مهروسه هرس ناعم جدا. وبعد كده حضرت مكوناتنا، ويلا بينا نشوف مكوناتنا عباره عن ايه. اول حاجه اوراق من البقدونس، حزمه بقدونس كده هتاخدي منها اوراقها بس بالمنظر ده. تنزلي بعد كده بفصين صغيرين مدقوق من الفلفل، من الثوم. هتنزلي بعد كده بمعلقه كبيره من الزيت بالمنظر ده، وليه ريحه مش اكتر من كده. هتحطي يعني بصي طرف المعلقه سمنه، ما تكتريش السمنه، ولو عايزه تحطي اكتر براحتك. بقى هحط معلقتين كبار من النشا، يعني كل معلقه نشا هتحطيها على عدد البطاطس. يعني استخدمت 3 بطاطسيات يبقى تحطي 3 بطاطسيات من النشا، 3 معالق من النشا. وبعد كده بقى هتبداي ان انت تقلبيهم كويس جدا. انتوا شايفين ان هي اتجانست مع بعض. حطيت معلقه هرميه ونص من الدقيق. انت عايزه توصلي ايه؟ انا عايزه احولها عجينه. اي نعم مش هتبقى عجينه كده زي ما بتعملي عجينه كده متماسكه، لا هي تبقى عجينه بتلزق شويه، بس انا عايزه اعرف اقدر اشكلها بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. رشيت رشه دقيق من تحت ورشه دقيق من فوق. ودلوقتي هدخلها التلاجة. لازم تدخل التلاجة على اقل حاجه نص ساعه. ليه؟ عشان تجمد، ما تبقاش طريه كده معايا، اعرف اشكلها واستخدمها براحتي. عملت ايه بعد ما خرجتها من التلاجة؟ جبت صاج دهنتها زيت كويس جدا، فردت عليها البطاطسيات اللي عندي المهروسه بالخلطه والتتبيله الحلوه. فردتها فرد يكون سميك شويه. وبعد كده حاولت اعملها مستطيل. جبت الكيس، كيس تلاجة، بدأت اعمل القطعيات اللي انتوا شايفينها بالطول، وبعد كده قطعيات بالعرض، عامل زي الكفتة اللي انتوا بتجيبوها من بره كده. هي زيها بالظبط، نفس الحجم ونفس كل حاجة. لو انتوا عايزين تكبروا عن كده تمام، عايزين تصغروا في الحجم ما عنديش مشكلة. والله عايزه اقول لكم وانا بفردها، لو اجيب طيب نص رغيف طيب اكلها، يعني من كتر ريحتها ما خطيره بجد. وهعمل ايه بقى دلوقتي؟ هفتح النار، ولازم تتابعوها. هفتح الاول الفرن، هدي دقيقتين نقفل، افتح الشوايه دقيقه واقفل، وهطلعها لكم ونشوف بقى شكلها. يلا بينا. المنظر والجمال بعد ما طلعت من الفرن، هي تتاكل كده اكل اصلا بحته رغيف وشويه طحينه ويبقى بوم بقى. بسم الله ما شاء الله. بصوا في منتهى الجمال والروعه. طبعا انتوا هتلاقوها شويه ملزقه، بس عادي هتقوموا انتوا عاملينها بالسكينه بعد ما تطلع على طول او بعد ما تهدى. طبعا بتحطوها في قلب المروقه، يعني في هوا كده علشان تنشف وتاخد الجمال ده. طبعا انتوا ممكن تعملوها في قلب عيش، في قلب تغمسوها كده في قلب طوميه، في قلب كاتشب، حاجه كده في منتهى الجمال والروعه. جميله، طعمها حلو، منتهى الجمال، سهله وسريعه، ما خدتش مننا وقت خالص. عايزين بقى اقول لكم حاجه.
عايزين انتوا ما تحطوهاش في الفرن، تخزنوها عندكم في الفريزر، يعني ممكن تسووها في الفرن او تقلوها في الزيت زي البطاطس المحمره. بس هي لو عايزينها خفيفه مش دسمه مش شاربه زيت، لازم تعملوها بالطريقه بتاعه الفرن اللي انا عملتها. يبقى انا كده وريتكم احلى واجمل طريقه للبطاطس المهروسه، تنفع فطار او غدا او حتى عشاء. متنسيش بقى في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس وتصلوا على النبي. يلا بينا نشوفكم في الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.